انك تقرب من شاطئ الجزيرة دي فده ملهوش غير معنى واحد: الموت. الجزيرة دي بتسكنها قبيلة واحدة بس، وما زالت حتى الآن لغز غامض. موضوع حلقتنا النهاردة قبيلة سانتينا. هي جزيرة شمال سانتينا، أو زي ما بيطلق عليها كده الجزيرة الغامضة. تقع تحديدا بخليج البنكال في القرب من الهند، وتتبع الهند إداريا، ويقدر عمرها بحوالي 60,000 سنة. الجزيرة دي موطن لقبيلة واحدة بس. القبيلة دي بدائية وعدائية بشكل مخيف، عزلت نفسها عن العالم الخارجي ومفيش أي تواصل. تقدر تقول كده عزلت نفسها بشكل كامل، لدرجة ان عدد افراد القبيلة دي حتى الان غير معروف. لكن العلماء قدروا عددهم وقالوا انهم حوالي 500 شخص او اكتر. والسبب ان عددهم مش معروف هو عنف القبيلة دي، اللي مانع اي حد يقرب ليهم او يقرب من الجزيرة باي شكل من الاشكال. عنف لا يمكن لاي عقل بشري تصوره. بيعيشوا سكان القبيلة داخل الغابات الكثيفة، منعزلين ومانعين التواصل مع اي حد، وده خلى التعرف على ثقافتهم، لغتهم، العادات، التقاليد حاجة مستحيلة. إلى إن العالم يعرف حاجتين بس عن القبيلة دي: عنيفة بتعيش على صيد الأسماك وجمع الفواكه بس. انتشرت قصص مرعبة كتير عن أهل الجزيرة دي. أي حد بيقرب من الجزيرة بيستقبلوه بوابل من الأسهم والرماح البدائية. أي حد بيقرب من الجزيرة بيبقى قدامه 3 حاجات: يرجع بإصابات طفيفة، أو إصابات بالغة، أو ما يرجعش أصلا. لدرجة إن حتى الطيارات الهليكوبتر ما سلمتش من الاستقبال العنيف ده. بص، هم عندهم قاعدة كده: ما تفكرش إنك تقرب من الجزيرة، سواء قربت بصفتك صديق أو عدو، بطريق الصدفة أو بقصد. المسألة بالنسبة لهم ليها رد واحد: الموت. دلوقتي هعرض عليك بعض القصص اللي اتقالت عن القبيلة دي. الموضوع بدأ سنة 1771 لما سفينة تجارية هندية جنحت في البحر ولقت نفسها قريبة من شاطئ الجزيرة. ساعتها طاقم السفينة نزل البحر وتمكن من السباحة لحد ما وصل لشاطئ الجزيرة. كان عددهم حوالي 100 شخص. ساعتها سكان الجزيرة لما شافوا العدد ده داخل منطقتهم فضلوا واقفين قدامهم لمدة 3 أيام متواصلة بدون أي رد فعل. لكن طاقم السفينة لما استمر على الجزيرة أكتر من كده قرروا أهل الجزيرة إنهم يتخلصوا منهم، وقامت معركة دموية بينهم. كانوا سكان الجزيرة بيطلقوا السهام والرماح على طاقم السفينة اللي كانوا بيحاولوا ينقذوا نفسهم ويرموهم بالحجار. فضلت المعركة دي مستمرة واتقتل ضحايا كتير من الجانبين، لحد ما وصلت سفينة تانية للبحارة البريطانية عشان تنقذ طاقم السفينة الهندية اللي ما كانوش عارفين يهربوا من أهل الجزيرة. وبالفعل أنقذوا العدد اللي نجا منهم، وكان عدد قليل جدا. القصة التانية سنة 1896 هرب سجين هندي ولسوء حظه لقى نفسه قريب من شاطئ الجزيرة، وده بحسب تقارير تاريخية. وبعد أيام معدودة بطريق الصدفة يلاقوا جثته في نص البحر. بس ما كانش ميت غرقان، ده كان ميت بإصابات بالغة من السهام اللي أطلقوها على سكان الجزيرة. القصة رقم 3 سنة 1974 مجموعة من المنتجين راحوا الجزيرة عشان يعملوا فيلم وثائقي عنها. واللي حصل أول ما سكان الجزيرة شافوهم هاجموهم بالأسهم والرماح من غير أي تردد. فاتصاب مخرج الفيلم بسهم في رجله وقرروا الانسحاب من الجزيرة. في كارثة تسونامي اللي ضربت المحيط الهندي سنة 2004 حاولت بعثة إنقاذ بطيارة هليكوبتر تابعة للبحرية الهندية الوصول للجزيرة لإنقاذ من يزال منهم على قيد الحياة وإيصال المعونات الغذائية ليهم. واتفاجئت بعثة الإنقاذ بردود فعل عنيفة من سكان الجزيرة، لدرجة إن واحد من القبيلة حاول يستهدف الطيارة برمح حاد. بعد الواقعة دي بسنتين بس، سنة 2006 رجلين بيصطادوا سمك ناموا في المركب بتاعهم وجنحت بيهم بالليل لشاطئ الجزيرة. سكان الجزيرة أول ما شافوهم قتلوهم بدون أي تردد. ومش بس كده، المفاجأة هنا إن السواحل الهندية بعد ما رصدت الجثث على شاطئ الجزيرة أرسلت طيارة مروحية عشان ترجعهم. واللي حصل إن سكان الجزيرة أول ما شافوا الطيارة هجموها بالسهام، وده خلى الطيار ينسحب بدون استرجاع الجثث. أكيد أنت دلوقتي بعد ما سمعت كل القصص دي بتسأل سؤال كلنا بنسأله: ليه كل العنف ده؟ إيه اللي حصل لأهل الجزيرة دي
وصلهم لمرحلة انهم يهاجموا اي حد غريب يشوفوه داخل منطقتهم بدون اي تردد. بيقال ان اول محاولة اتصال مع اهل الجزيرة ترجع للاستعمار البريطاني. وقتها البريطانيين خطفوا 2 من كبار القبيلة و4 أطفال، أخدوهم لمكان قريب من الجزيرة وبدأوا معاملتهم الودودة معهم بهدف تنفيذ مهمة الاستيلاء على الجزيرة، إلى أنهم انصدموا بعد أيام معدودة إن الراجلين دول مرضى، وبعد فترة قليلة جدا اتوفوا. فالبريطانيين رجعوا ال4 أطفال بدون الراجلين اللي من كبار القبيلة، وده خلى السكان يستغربوا، وبيقال إن ده السبب. فهل تفتكروا إن الموقف ده هو اللي أشعل فتيل العنف الغير مفسر تجاه أي حد غريب؟ محدش عارف، لكن اللي يمكن تفسيره هو سبب وفاة الشخصين. العلماء اكتشفوا ان الجهاز المناعي للقبيلة دي ضعيف جدا، وده معناه ان اي لقاء مع شخص غريب بغض النظر عن بساطته ممكن يدمر القبيلة كلها، لانهم غير قادرين على مقاومة ابسط الامراض كالانفلونزا مثلا. في حاجة اخيرة عايز اقولك عليها، حالة واحدة بس اتسجلت بدون أي عنف ترجع لسنة 2011. مجموعة من الأشخاص قاموا بالتواصل من بعيد مع سكان الجزيرة بدون أي ردود أفعال عنيفة تجاه الأشخاص دي، والسبب من كده جوز الهند. Daga means coconut. Laha means come here. These words are familiar to the Jarawa tribe. We do not know if the Sentinelese understand it. بعد الفيديو ده تفتكر سكان الجزيرة قرروا الانفتاح عن العالم الخارجي ولا دي كانت مجرد صدفة؟ الله أعلم. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش شير ولايك وسبسكرايب. أنا طه حسن وده برنامج غموض.